في ناس بتاكل كويس اكل حيواني، يعني في ناس تلاقي ما شاء الله يعني بياكلوا لحمه وفراخ وسمك وبيض وجبن، وتلاقي عندهم نقص فيتامين بي 12، عندهم نقص عندهم مشكله في امتصاص فيتامين بي 12. جسمهم ما بيمتصش فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 عشان يمتص لازم يطلع من المعده ماده اسمها انترنسك فاكتور، بروتين كده بيطلع من المعده اسمه انترنسك فاكتور، يروح يمسك في فيتامين بي 12 ويدخله الدم. في ناس بقى عندها مشكله في المعده، عندها انتاج الانترنسك فاكتور ده قليل، عامل بقى عمليه بقى استئصال للمعده، عامل مثلا عمليه اللي هي عمليه تكميم المعده، شايل مثلا 80% من المعده شايله، فبيحصل له نقص انترنسك فاكتور، فتلاقي فيتامين بي 12 مهما ياخده قراص مش هيمتص، او عنده التهابات في المعده، مشاكل في المعده. تمام يا دكاتره؟ فتصنيع الانترنسك فاكتور فيه مشكله، الماده اللي هي بتساعد على امتصاص فيتامين بي 12 ما بتصنعش، فمهما خد فيتامين بي 12 قراص او مهما خده في الاكل مش هيمتص، هيخرج في الاسطول. ماشي يا دكاتره؟ لذلك تلاقي تملي الدكاتره تكتب ايه؟ يقول لك فيتامين بي 12 افضل حاجه يكتبوا حقن، ما يكتبوش قراص. تلاقي الاقراص كده في الصيدليات مطربه، مفيش حد بياخدها. اكتر حاجه بتطلع زي الصاروخ في الصيدليات اللي هي الحقن بتاعت فيتامين بي 12، الدكاتره كلها بتكتب فيتامين بي 12 حقن، ما يكتبوش قراص. ليه؟ يقول لك القراص انا مش ضامن، ممكن يبقى الراجل عنده مشكله في الامتصاص، مهما خد القراص لو خد الشريط كله مش هيمتص، لان في ناس عندها نقص في الانترنسك فاكتور. انا مش عارف الراجل ده عنده انترنسك فاكتور ولا لا، اللي هي الماده اللي بتطلع من المعده المسؤوله عن امتصاص فيتامين بي 12. فالدكاتره عشان تخرج من الجدل ده خلاص يقول لك ايه؟ ادي حقن وخلاص، احقنه في الدم وخلاص، يبقى انا كده ضمنت ان هو يشتغل. تمام؟ فتلاقي يا دكاتره معظم ما يكتبوش قراص ولا ياخدوه وتلاقي الاكل يقول لك ممكن برضه هو بياكل حاجه فيها فيتامين 12 مش هتمتص، عشان مشكله الامتصاص اللي عنده اللي احنا قلناها دي.